السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صلوا على النبي يا حبايبي واذكروا الله ألا بذكر لا تطمئن القلوب. ما استغناش عنها ابدا، طول ما اشوفها في السوق قدامي لازم اجيبها وافرزها. ما استغناش عنها ولا في خلطة محشي بتخليها عسل، في التسبيكة، في المكرونة، في اي اكل بتلاقيها، في الطواجن بتخليها روعة. هاتيها وفرزيها طول ما هي مالية السوق. ما شاء الله. الهريسة الباردة من غير تسبيكة بيور يا بنات، حاجة كده اللهم بارك. تعالي كده نشوف الفيديو بتاعنا هتعمل ايه. سمي الله، صلى على الرسول، شجعيني بأكمل لايك. تعالي نبدأ بسم الله ونشوف الهريسة بتاعتنا دي معمولة ازاي. أهم حاجة البسي حاجة تكون تقيلة في ايدك علشان الشطة بتاعتي مشطشطة قوي وحر جدا، فلازم البس حاجة تقيلة عشان ما تعمليش التهابات. لو عندك حساسية او اي حاجة البسي كمامة برضك علشان خاطر الحساسية، عشان هي شطة مشطشطة جدا. معايا شطه قرون زي ما انتم شايفاها كده، معايا فلفل بلدي يا بنات، فلفل بلدي مش فلفل اللي هو المستورد اللي جاي بميه. زي ما انتم شايفين كده انا جايبه الكميه طبعا اللي انت عاوزاها، انا جايبه كيلو وكيلو. ممكن تفرزي شطه بس خالص سبايسي، ممكن تعملي ميكس زي ما انا عامله كده، ميكس بيور خالص يا بنات ما شاء الله اللهم بارك. ممكن تعملي فلفل رومي، بس انا عملت ميكس بين الاثنين، بين الشطه وبين الفلفل. عملت كيلو ونص على فلفل على كيلو شطه زي ما انتم شايفين. طبعا الفلفل الاول يا بنات بفتحه اعزكم الله عشان لو في اي حاجه من جوه اطمن ان هو نضيف ما فيهوش اي حاجه من جوه خالص. بشيل طبعا البذور بتاعته على قد ما بقدر، بفتحه نصين زي ما انتم شايفين كده، بنضفه. انا عايزه الهريسه بتاعتي تبقى بيور وجميله جدا، ما فيهاش اي بذور خالص، على قد ما بقدر بطلع اللي فيها دهيت. ما شاء الله يا بنات حاجه كده اللهم بارك، جربوها في التسبيكه بقى كده، حاجه كده تحفه. بصوا زي ما انتم شايفين كده انا بشيل العنقود بتاعي اهوت، بفتح الفلفل بتاعي كده نصين وانفض البذور اللي فيه زي ما انتم شايفينها كده اهوت اهو زي ما انتم شايفين كده. لكن الشطه اعمليها عادي لان البذور بتاعتها ما تبقاش كتيره زي الفلفل كده. طبعا زي ما قلت لك، عايزه تعملي شطه بس براحتك، عايزه تعملي فلفل براحتك. وحتى لو عملتي شطه بس لما بتقعد فتره كبيره في قلب التلاجة بتنزل الزيت بتاعها وبتهدى شويه، ما بتبقاش حاره زي ما هي كده. كل ما بتقعد في التلاجة كل ما بتبرد ما بتبقاش حاره كده. الفلفل بتاعي انا بصوا بفتحه ازاي. اهم حاجه البسي حاجه تقيله يا حبيبي يا حبايب قلبي علشان خاطر الفلفل ما يبقاش مشطشط على ايدك جدا ويعمل لك التهابات. اهو زي ما انتم شايفين كده، على قد ما بقدر بفتح الفلفل بتاعي يا بنات من جوه وبنضفه تنظيفه كويسه وبطمن عليه. طبعا مفيش اي حاجه. الشطه بتاعتي بشيل العنقود بتاعها زي ما انتم شايفين كده، بقطعها حلقات او نصين زي ما انتم شايفين كده اهو. ده ميكس كده هريسه بين الشطه الحاميه والفلفل البارد. عاوزه بقى زي ما قلت لك كده تخليه ده لوحده براحتك، تخليه ده براحتك، تعملي ده براحتك اللي انت عاوزاه. طبعا انا مش هسبكها، انا هعملها كده على البارد مش هسبكها. زي ما انتم شايفين كده اهوت، بقطعها زي ما انتم شايفين، اقطع العنقود بتاعها بس كده واقطعها نصين او تلاتة اهوت. حاجه كده يا بنات اللهم بارك. هتدوا بقى اللايك ولا لسه؟ تحط اللايك واشتركي في القناه عشان يوصل لك كل جديد من قناتي. كده الشطه اهيت. طبعا الشطه يا حبايبي ما بفتحهاش، انا بقطعها بس كده القرن كده اتنين او تلاتة، اقطع العنقود بس كده اهو. طول ما هي عندي في التلاجة بجد حقيقة بقى بتنفعني في اي وصفة انا بعملها بقى كده. انا قطعت الفلفل كله والشطة ما شاء الله كله على بعضه اهو ميكس كده جميل. وابدا بقى اجيب الكبة بتاعتي واضرب كل ده في قلب بعض. ما تحطيش فيها ملح ولا اي حاجة لما تفرميها كلها. طبعا مش عايزاها ناعمة، انا عايزاها مجروشة كده اهو زي ما انتم شايفين كده. هوريكم طالعه عامله ازاي، ما تنعمهاش، انا عايزاها مجوش. ما تحطيش فيها ملح ولا اي حاجه وانت بتضربيها، عشان لو حطيتي ملح هتجيب ميتها كلها. لا انا عايزاها تبقى ناشفه معايا لحد ما افرمها كلها زي الفل. وبعد كده احط المكونات بتاعتي اللي انا هحفظ بيها الهريسه. هتحطيها في رف التلاجة او في باب التلاجة، مش هجرالها اي حاجه، خزنيها من السنه للسنه طول ما هو في السوق كده. هاتيه وفرزي كده. انا بصوا بفرمها اهوت. بصوا برضك لابسه حاجه تقيله يا حبايبي عشان الحاجه معايا حاره جدا اهوت. بصوا على حسب طبعا انت ما بتفرمي وبتشوفي، انا لا عايزاها ناعمه ولا عايزاها صحيحه، انا عايزاها مجروشه كده خشنه كده شويه اهوت. اني بضرب فيها اهوت اهو. بصوا بقى اهو. بصي لو لقيتي حاجه كبيره شويه ولا حاجه طلعيها، ما دام اللي تحت اتفرم معاكي كويس طلعيه وبعد كده ابقوا افرمي تاني اهوت. بصوا بقى اهو، ولا ناعمه ولا يعني صحيحه قوي، خشنه كده شويه اهو. بصوا اهو. طبعا انا مش حاطه لها اي اضافات خالص، ولا حطيت بقى زيت ولا سكر ولا حطيت الملح بتاعي ولا اي حاجه خالص نهائي. انا هفرمها طبعا كلها زي ما انتم شايفين كده اهو. بصوا يا بنات مجروشه بقى كده اهو ما شاء الله اللهم بارك اهو. ابدا برضك افرم برضك تاني
اهوت زي ما انتم شايفين كده. ما شاء الله اللهم بارك يا بنات. بتقعد عندي من السنه للسنه جميله، بستغناش عنها خالص نهائي. في طواجن، في تسبيكه، في مكرونه، في حبه محشي، بجد حقيقي بتخلي لي الاكل طعم ما شاء الله جميل جدا، وبتحمر لي الاكل وبتخليه لذيذ جدا. كده انا بفرم اهو زي ما انتم شايفين اهو. طبعا انت بتفرمي وبتشوفي انت يعني نعمت معاكي ولا، على حسب الفرم بتاعك انت ده تتحددي. اهم حاجه تلبسي حاجه تقيله يا بنات عشان خاطر دي حاره جدا. اهو زي ما انتم شايفين كده اهو بفرمها فرم طبعا خشن مش ناعم قوي اهو. بصوا بقلبها كده بالمعلقه اهو، بنزل كده على الحوافي اهو زي ما انتم شايفين على قد ما تقدري. اهم حاجه افتحي الفلفل بتاعك من جوه، ما تحطهوش صحيح، لازم تفتحيه عشان برضك تشوفيه عامل ايه، عشان لو في اي حاجه وحشه من جوه. طبعا انا بفرمها اهو زي ما انتم شايفين اهو. هنزل بيها كده بصوا مجروشه ازاي اهو، ولا ناعمه ولا سيحه قوي ما شاء الله. بصوا اهو، بصوا لونها عامل ازاي ما شاء الله. انت بقى براحتك، عاوزه تعملي شطه لوحديها، عاوزه تعملي فلفل رومي لوحده، عاوزه تعملي ميكس زي اتنين مع بعض زي ما عملتي كده برضك، ده براحتك كده. بصوا انا كده فرمتها كلها اهوت وقاعده في قلب البوله. هنزل كده بمعلقه السكر يا بنات. طبعا السكر ماده حافظه متفقين عليها في اي حاجه انا بفرزها اهو. انزل فيها بشويه زيت زي ما انتم شايفين كده، ما بعملهاش طبعا عفن ولا اي حاجه، تقعد معاكي فتره في باب التلاجة حبايب قلبي سنه من السنه للسنه، ما بزودلهاش اي حاجه خالص نهائي. حطيت الزيت بتاعي اهوت. طبعا الملح ما اقدرش برضك احدد لك الملح بتاعك، الملح بتحدديه على حسب الكميه بتاعتك انت. انا عيني بتقيم الحاجه اللي قدامي عشان انا بعملها كتير، عارفه انا بحط قد ايه مقدار الملح بتاعي. اقلب بقى كل ده كده في قلب بعضه اهوت ما شاء الله. بصوا يا بنات، ولا جايبه ميه ولا اي حاجه خالص نهائي اهوت ما شاء الله اللهم بارك. اوعي تفوتك طول ما هي في السوق وطول ما هي رخيصه هاتيها وفرزيها، بتنفعك جدا 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 وبتطعم الاكل وبتخليه في حته تانية خالص ما شاء الله. بصوا انا بقلب بقى كله اهوت اهو. بصوا شكلها عامل ازاي ما شاء الله اللهم بارك. اجيبها بقى كده اهوت واحفظها بقى في قلب بطرمانات، احفظها في قلب علب المتاحه عندك. بصوا لازم كده اقلب كده عشان السكر والملح والزيت كله في قلب بعضه يدوب في قلب بعضه كده اهو. تعالوا بقى بصوا العلب بتاعتي بقى. انا بجيب العلب دي على طول بخليها عندي، ببقى غسلاها ومعقماها ومخليها زي الفل. احط كده في العلبه من تحت كده شويه زيت اهوت، تعقيم كامل كده اهوت، وادهن بردك بيه العلبه بتاعتي. والله يا بنات حتى لو اتحطت في الفريزر بتبقى فريش بسم الله ما شاء الله، مع الخطوات دهيت ما بتبقاش مجمده ولا تلج ولا اي حاجه خالص نهائي. ابدا بقى كده انزل بالهريسه بتاعتي في قلب العلب زي ما انتم شايفين بعد ما دهنتها كده زيت. وانا طبعا حاطه فيها زيت وملح، حتى لو خزنتيها في الفريزر بتطلع فريش معاكي، مش متلجه ولا تلج ولا اي حاجه خالص نهائي ما شاء الله. الكميه دي عملت معايا علبتين يا بنات اهو. شفت ما شاء الله اهوت. ادي العلبه التانية برضك احط برضك فيها شويه زيت وبالفرشه برضك كده اهوت، والف عليها داير ما يطول كلها اهوت زي ما انتم شايفين كده. قعدت معاكي في التلاجة، قعدت ما قعدت ما تعملش عفن ولا اي حاجه ولا اللي هو الريم الابيض اهوت. بصوا انا بنزل بقى بالكميه بتاعتي كلها ما شاء الله. الكميه اللي جايباها يا بنات اللهم بارك، عامل معايا علبتين زي الفل. انا طول ما هي عندي في التلاجة انا ببقى مبسوطه، بتبقى مريحاني من حاجات كتير صراحه ربنا. بتدي تيست عالي جدا في الاكل وبتحمر لي التسبيكه بتاعتي وتخليها لي زي الفل، ما استغناش عنها ولا في طواجن ولا في محشي ولا في مكرونه. جربيها وان شاء الله باذن الله هتعجبك جدا. فيديو بسيط النهارده من قناتي، يا رب يكون استفدت منه وعجبكم. لايك وشير للقناه عشان يوصل كل جديد من قناه يومياتي انا وبناتي. بصوا ما شاء الله لونها عامل ازاي اللهم بارك يا بنات، حاجه كده عسل اهو. كده خلصنا الفيديو بتاعنا النهارده، يا رب يكون عجبكم. اسيبكم في حفظ الرحمن.